تعالوا اقول لكم ازاي العقله دي قبل كده اتسببت لي في اصابه ووقعت بيها وكانت هتكسر لي مناخيري. مبدئيا دي كده العقله اللي هي بتركب في البيت، بتركب على الباب بالضغط، ما فيهاش لا مسامير ولا اي حاجه، وعلى قد ما هي سهله ومريحه هي خطر جدا لو ما اتعاملتش معاها صح. وفي الفيديو ده هقول لك ازاي تركبها وتستخدمها بطريقه امان عشان ما يحصلكش حاجه. خلونا نبدا الاول بالفوائد اللي انت بتاخدها بمجرد ان انت تفضل متشعبط على العقله، بيسموها ديد هانج. اول حاجه هتعملها لك ان هي بتقوي الجريب سترينث او المسكه بتاعتك، بتعمل دي كومبريشن او بتفك العمود الفقري بتاعك كده وبتفرده، بتحسن شويه من قوه الكتاف وبتعدل البوستشر بتاعك او الادب اللي موجود. غير كده بقى ممكن تلعب عليها بول ابس عادي او تشين ابس بالشقلوب، واشرح لكم في الجزء بتاع الامان دلوقتي ليه بالظبط عكست نفسي. طيب عشان بقى تركب العقله بطريقه امنه، اول حاجه هتدور عليها ان الحته دي اللي انت هتركبها عليها تبقى فلات تماما، ما فيهاش اي بروزه او اي حاجه. تاني حاجه بقى وهي الافقيه، العقله المفروض ما تبقاش مايله لتحت ولا لفوق وهي راكبه، تبقى راكبه بالظبط افقيه كده بالعرض. بعد كده بقى هتقوم واقف على كرسي وتقرط عليها جامد قوي للاخر. واهم نقطه بقى وانت بتستخدمها، ودي اللي وقعتني زمان على فكره، دلوقتي علشان اربط العقله انا بلفها كده في الاتجاه ده، فلو عايز اتشعبط وايدي لقدام هتشعبط كده، بحيث الفورس او الشعبطه اللي انا عاملها بتربط العقله اكتر. طيب لو قررت ان انا اعكس ايدي واتشعبط كده، اللي انا هعمله بصوا شايفين بتتفك، اللي انا هعمله ان انا هفكها لو اتشعبطت بالعكس. فمن الاخر لو عايز اتشعبط ايدي لقدام هتشعبط من الناحيه دي عشان اتشعبط في ناحيه الربط، ولو عايز اعمل تشين اب وايدي لورا هتشعبط من الناحيه التانيه بحيث ايدي تبقى برضه في ناحيه الربط والعقله ما تفكش سنه وهي عليها الوزن فما تقعش بيه. وفي النهايه بقى في نظريه بتقول ان الشعبطه على العقله بيطول، فلو عندكم معلومه على الكلام ده اكتبوا لي في الكومنتس هل هو صح ولا لا.